نفر هيرو. هنرجع تاني للهرم الأكبر. الهرم الأكبر ألغازه وأسراره ما بتنتهيش. خلال السنوات الأخيرة حصل اكتشافات مذهلة وغير متوقعة في الهرم الأكبر. الاكتشافات دي لو كملت بالتأكيد هتغير كل النظريات اللي عندنا، هتوفر لنا ثروة من المعلومات لا مثيل لها، لكن لحد دلوقتي هي ألغاز. اللغز الأول: في سنة 2017 وباستخدام الموجات الفوق صوتية تم الكشف عن تجويف ضخم طوله حوالي 30 متر. هو ظاهر قدامنا في الصورة باللون اللبني على يمين الحجرة الجنائزية للملك خوفو، وعلى ارتفاع 60 متر تقريبا، مش معروف استخدامه خالص. في لغز تاني: مؤخرا سنة 2023 توصلنا لكشف تاني أكثر أهمية وأكثر غموضا من الأولاني. وجدنا فتحة متناهية الصغر فوق المدخل الرئيسي للهرم، واللي اتصمم على شكل جمالوني زي ما احنا شايفين في الصورة. لما نبقى واقفين في الحقيقة قدام الهرم صعب جدا نشوف المدخل ده. تم تصنيع تلسكوب مزود بكاميرا حساسة جدا وتم إدخاله من الفتحة الصغيرة. الكاميرا صورت لنا ممر طوله 9 أمتار وعرضه 2 متر وله نفس السقف الجمالوني. الممر ده ما كناش نعرف عنه أي شيء بالمرة، هو ممر سري. طيب إيه الهدف من عمل ممر كهذا؟ هل الباشمهندس حمقيون، على فكرة حمقيون ده اسم المهندس اللي بنى الهرم الأكبر، هل هو عمل هذا الممر لتخفيف الأحمال وتخفيف الضغط عن ممر آخر أو تجويف آخر موجود تحته مثلا؟ ده احتمال وارد. ده احتمال وارد طبعا، خصوصا ان في سوابق. يعني ممرات تخفيف الأحمال سبق استخدامها في هرم الملك سنيفرو في ميدون، وفي هرم خوفو نفسه فوق حجرة الدفن. بس أنا شخصيا لا أميل لهذا التفسير. ليه؟ لأن في آخر الممر السري اللي الكاميرا صورته في مفاجأة رهيبة، في باب ضخم من الجرانيت زي ما احنا شايفين في الصورة. طيب الباب ده وراه ايه؟ ما هو ده لغز جديد. هل مثلا غرفة الدفن الحقيقية موجودة خلف هذا الباب؟ صعب. ازاي؟ الممر واللي ورا الممر تم تجهيزهم أثناء بناء الهرم وقبل أن يكتمل. يعني الملك كان لسه عايش، يبقى الموميا دخلت ازاي؟ صعب. طيب هل الباب ده وراه أساس جنائزي؟ كل الاحتمالات واردة. لازم الباحثين يفكروا في طريقة لتصوير ما وراء هذا الباب، لأن الباب ما اتعملش بدون سبب، أكيد وراه كنوز من المعرفة. الشيء المؤكد هو إننا قدام ألغاز وأسرار لا حصر لها، وأعتقد إن احنا لازم ننتظر مفاجأة ضخمة، وهتكون مفاجأة سارة إن شاء الله.